مستحيل استغنى عن البرطمان ده طول شهر رمضان. البرطمان ده هو السر الحلويات الناجحة. هنعمل شربات مظبوط بقوام تحفة، عاملينه النهاردة ب2 كيلو سكر يكفيني الشهر كله، يوفر عليا وقت ومجهود كبير جدا، يقعد لحد سنة عمره ما يسكر ولا يحصل له أي حاجة. طريقة تسوية مظبوطة، قوام مظبوط، وكمان ينفع للكنافة والقطايف والجلاش وأي حلويات شرقية محتاجة مننا شربات تقيل، وكمان ينفع للبسبوسة. طريقة النهاردة مختلفة شوية بس هتعجبكم قوي. أول حاجة أنا مشغلة النار ونزلت في الحلة بلتر وربع من المية. هسيب المية تسخن بس ما تغليش، تدخل على غليان، وبعد ما تدخل على الغليان هضيف السكر. السكر هنا عندي 2 كيلو من السكر، سكر أبيض يكون نوع كويس، بلاش سكر التموين، دي كمية كبيرة فأنا عايزاها تطلع معايا مظبوطة إن شاء الله، ما تسكرش معايا وتبوظ. يعني عندنا على النار لتر وربع من المية، 2 كيلو من السكر. الخطوات: سخنت المية، طفيت النار، ضفت السكر، دوبته تماما زي ما انتوا شايفين، دوبته والنار مش شغالة. أول ما السكر يدوب معايا أبدأ أشغل النار على نار متوسطة، وما اجيش ناحيته خالص لحد ما يبدأ يغلي معايا ويقلب، يعني الشربات يقلب معايا كذا قلبة، وابتدي ان انا اقلب براحتي. اول اضافة هضيفها كوباية من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز بيبقى جامد كده، ده شكله بيفك بالحرارة، يعني بيسيح بالحرارة. عندي هنا كوباية من عسل الجلوكوز. اي حد يقول لي عسل الجلوكوز ده مهم قوي، هقول لكم بصراحة بيفرق جدا في قوام الشربات وفي النتيجة النهائية، بيديني لمعة حلوة، بتأكد ان شاء الله ان السكر مش هيسكر معايا. هو بقى متوفر دلوقتي في اي مكان، يعني اي عطار هتلاقيه موجود ومش غالي. تاني اضافة عندي ليمونة ونص. الليمونة اللي عندي كانت كبيرة، لو الليمونة عندك صغيرة ضيفي ليمونتين. اسيب الشربات بقى يغلي، واهم خطوة واحسن خطوة هنعملها النهاردة علشان ما يسكرش جوانب كمان الحلة معايا، ما تسكرش ويكرمل ويعمل معايا كريستالات سكر، هغطي الحلة. الحلة هتعمل على ايه؟ شايفين بقى بخار المية ده؟ مع الغليان في بخار مية هيطلع لي على سطح الحلة، هينزل تاني، فلما ينزل على جوانب الحلة هياخد السكر اللي المفروض كان عايز يتكرمل أو يتكون، وهينزل على الشربات. في نفس الوقت ما اخسرش كمية مية كتير، كل شوية أكشف وأشوف كده من غير ما أجي ناحيته خالص. أول ما يقلب معايا بقى قلبة والتانية زي ما قلت لكم، ابتدي إن أنا أقلب في الشربات. تقدروا تضيفوا منكهات هنا زي ما انتوا عايزين، في ناس بتحب قرفة، بنحط أعواد قرفة، بس بنحط الحاجة صحيحة، بنحط برتقان شرايح، ممكن نحط ليمون شرايح، ممكن نحط قرنفل، براحتنا خالص. تعالوا اقول لكم ازاي تعرفوا ان الشربات استوى ووصل للقوام المطلوب. بصوا بقى هنا، انا باخد شوية كده بين ايدي بين صوابعي، وببدأ ان انا الشربات كده عمل عود واستوى ولا لا. لو الخيط عندي ما تكونش، شربات ما استوى. بصوا كده بدأ اهو، بصوا في خيط اهو ثبت معايا، ما بقاش يروح بسرعة وما بقاش يروح بسهولة، كده خلاص الشربات معانا استوى. بطفي النار بعد السوى، وببتدي ان انا اضيف الفانيليا عشان احافظ على ريحتها، لو ضفتها من الاول ريحتها هتروح. ضفت هنا حوالي 6 فانيليا، كل كيلو سكر عليه 3 فانيليا، بيبقى دست الفانيليا حلو قوي. عايزينه اتقل سيبوه زيادة عن كده حوالي 5 دقايق. طيب هتقولوا لي اخد معاكي قد ايه تسوية يا شيماء؟ اول حاجه انا سبته 10 دقايق، وبعد كده كشفت غطا الحله لما اتاكدت خلاص ان هو دخل على السوا، وسبته 10 دقايق كمان، يعني اخد توتال وقت معايا 20 دقيقه على نار متوسطه، يعني كان بيقلب معايا كتير، مش ده نار هاديه خالص. بص قوام الشربات، بصوا هو هنا هدى من الحراره، طبعا كل ما بيقعد كل ما هيتقل اكتر واكتر. بصوا لمعته مرايه، شفاف، مرايه حرفيا. وما تنسوش كمان لو طلعت اي ريمه اول باول تشيلوها. وهو دافي كده، انا كنت مستعجله طبعا عشان التصوير، وهو دافي بدات ان انا احطه بقى في برطمانات، بس ما نغطيهوش الا لما يبرد تماما علشان ما يعملش معايا بخار ميه على غطا البرطمانات ويبوظ معايا. ما نغطيش عليه خالص الا لما يبرد تماما. عمل معايا زي ما انتم شايفين كميه حلوه جدا، هتقضيني طول الشهر ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. قوامه بقى في منتهى الجمال، كل ما بيقعد زي ما انتم شايفين كده عمال يتقل. لونه تحفه، اللون ده طبعا من التسويه المظبوطه، اللون الجولدن ده تسويته حلو قوي. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو وفاتكم لو 1%. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفه جديده وفيديو جديد. كان معاكم شيماء حسن من قناه حلو حادق مع شيماء، مع السلامه.